وانت خارج من النادي الاهلي كنت خلاص انت محسوب على الاهلي؟ لا. اشمعنى؟ شفت حسام قال لك امبارح ايه؟ اللي حازز قصدي الحلقه اللي فاتت حسام كان قال لك ايه؟ قال لك ان اللي حز فينا لو قالوا لك بطل هبطل. بص، هو في اي حد بعد النادي الاهلي ونادي الزمالك لما يقول لك بطل تبطل ولا تكابر وتلعب؟ هتبطل. لا، لو الاهلي قال لك اهلي او زمالك خلاص، لو قال لك خلاص هتبطل. هو انت بعد الاهلي والزمالك مع كل احترامي لكل انديه مصر وكلهم فوق دماغنا، كلهم فوق ايه دماغنا، بس مش هيجوا زي الاهلي والزمالك. فلما مجلس اداره يقدرك ويقعد معاك ويقول لك خلاص احنا شايفين ان دي اخر سنه، مع العلم ان انا كان جاي لي عقد من الامارات. طيب انت لم يتم تقديرك في النادي الاهلي؟ مش تقديري، امال ايه؟ احترامي وانا ماشي. يعني انت بص، اولا كان جاي لي عقد من نادي العين الاماراتي وشوبير حيا يرزق هو اللي كان جايب العقد. فقالوا لي لا احنا متمسكين بيك، وكان ساعتها تسوبل قال لي لا انا عايزك سيبك من العقد ده، والحاج محسن طنطاوي موجود اهو يقول لك. واخد بالك؟ كان كابتن شوبير خلص. ايوه كان خلص. كان يتكلم وعمال يتحايل عليا، وهو كان ساعتها في فرنسا لان كان بيذيع ماتشات كاس عالم 98 بالظبط كده. واخد بالك؟ وانا قلت له لا خلاص مش هسافر. خلاص انا ده تسوبل اتفق معايا واتفق مع الاداره ان احنا هنلعب السنه دي في النادي فالاهلي. يوم بقى افتتاح كاس العالم لقيت خبر ماجد نوار اللي هو نزل مجيء رضا عبد العال. رضا عبد العال خارج قائمه النادي الاهلي. ينفع؟ طب ما تقعد معايا يا عم قول لي هتلعب ولا مش هتلعب؟ لو قلت لك هلعب مع السلامه. هي دي بقى الشيله الصعبه اللي انت شايلها من النادي الاهلي؟ لا خالص، بس هم ما بيحترموش تاريخ حد، لان كان انا اتمسكت بيك وعرفت يعني في فتره من الفترات عانيت عشانك وضحيت عشانك، فمفروض حته تكريم. وانا بقول لك اديني فلوس، وانا بقول لك شغلني، وانا بقول لك بس طلعني بشكل كويس، طلعني ما يحزش في نفسي. برضو عايز يعني عايزين نتكلم في نقط معينه. دايما سواء الزمالك. هو انت استنى بس يا مهم، هو انت هتغلب لما تقول لي تلعب ولا تبطل؟ اقول أيوة لك ايه؟ ما هي دي اشخاص، ماليش دعوه كل بقى. واحد وجهه الاشخاص دي سواء بتمثل الزمالك او سواء الاهلي. معلش، الاشخاص دي بتمثل مين؟ الكيان. طيب خلاص بقى ماشي، بس برضو الاشخاص متغيره والكيان ثابت. ماليش دعوه. بص، كيان ملوش علاقه. هو انا بقول لك انا طالب اشتغل، طالب احترام. تمام. زي ما انا ضحيت واتمسكت بيك وانا ماشي قول لي شكرا مع السلامه. دي فيها مشكله؟ لا، بس خلاص هم ما بيعرفوش يعملوا دي. وبعدين يعني انت عارف بقى انا طب ما عملوها اتعملت مع وليد سليمان مثلا. اتعملت فين الايام دي؟ ده اول سنه ان وليد سليمان بتجدد له بقى له كام سنه. ايوه يعني برضو. لا برضو ما تدخلنيش انا في قصه. يعني وليد سليمان ما ضحاش، مش جاي من الزمالك. واخد بالك؟ انت على قد تضحيتك، التضحيه بتاعتك كنت عايز تخرج بشكل احترام. لا. مش عايز غير الاحترام. واخد بال حضرتك؟ عشان كده انت مش ناسي الموضوع ده. ايوه. وحسام حسن في الحلقه اللي فاتت ما قال لك برضه ان هم ما تعاملوش معاهم في الحته دي. ما قالوا له، لو قالوا له بطل قال لك هبطل، ما كنتش هروح لا زمالك ولا بتاع. ما انا بقول لك اي حد في الاهلي وفي الزمالك لما انت هياخدوا قرار ان انت هتبطل ويقعدوا معاك ليهم الحق في حاله واحده، لو انت قلت لهم لا انا عايز العب اكمل. انت ما دخلتش نادي الاهلي من بعد ما مشيت؟ لا، دخلت يوم ما كنت بعمل الماتش التكريم بس. عملت ماتش تكريمك. ده برضو السبب ان انا اعمل ماتش التكريم. ساعتها الحاج محمد جنيدي بتاع GMC هو اللي اصر وقال لي وانا اللي هعمل لك الماتش، وهو اللي اتحمل كل نفقات الماتش بما فيهم كمان مجيء النادي الاسماعيلي بالبيات بتاعه، بالاتوبيس بتاعه، بالتيشيرتات بتاعته، كل حاجه. والكابتن محسن طنطاوي كان شاهد على الكلام ده؟ طبعا. لا والله؟ والله. شاهد على ايه؟ ان انا كان جاي لي عقد من الامارات وتسوبل قال انا محتاجك وعايزك، وبعد كده هم قالوا لا والدنيا اختلفت.